النهارده هنعمل الترايفل ده بحاجات سهله جدا وبسيطه. طبعا انتوا شايفين في كاستر وفي جيلي وفي كريم شانتيه من فوق وفي طبعا كيك، سبونج كيك. تعالوا نشوف هنعمل ايه. العلب دي والحاجات دي موجوده عندي، انا بشوفها كده ممكن تتحط فيها. دي بتاعه الشمع، بجيبهم طبعا في منها مربع في منهم دايره، بس تعملهم كاطباق يعني للمينيتشرز اكل. فممكن تستعملوا انتوا الحاجات دي برضو. المهم هنا انا جبت فوم، الفوم دوت اللي هو سبراي فوم، اللي هو زي ده كده، بنبخه وبينشف بيبقى عامل زي الكيك. انا كنت عملت قبل كده كيكه بالطريقه دي. شوفوا الفيديو بتاعها هتشوفوا انا عملتها ازاي. بقطعه مكعبات كده صغيره كانها مكعبات كيك، واجي احطه كده. انا عاوزه املاها بيبقى بالشكل ده. اوكي، هجيب الجلوجان، عاوزه اعمل انها مكعبات جيلي، احطه طبعا على ورقه فويل فيها كريم علشان ما تلزقش، واتنيهم كده فوق بعض، وبعدين اقطعهم مكعبات علشان الخطوه اللي بعديها هتبقى التلوين. بجيب هنا ريزن، بقيس كميتين متساويتين من A و B، او انتوا حسب نوع الريزن اللي عندكم، واقلبهم كويس واحط عليهم ريزن كلر، الوان بتاعت ريزن مش اي الوان تاني عشان تبقى شفافه. وبحط فيها ان الشمع اللي انا قطعته كده، فبيبقى عندي كده زي ايه جيلي مكعبات، واشيبه على جنب. هجيب كمان ريزن مرة تانية نسبتين قد بعض عشان انا هعمل الكاسترد. خلوا بالكم تعملوا النسب متساوية علشان يجمد معاكم. اقلب كويس، وبعدين احط شوية من الكريم من الفوم دوت اللي انا عملته، واحط عليه شوية ريزن علشان يمسكوا في بعض، بس مش كتير. انا مش عاوزاه يعجن يعني، انا عاوزاهم بس ايه يمسكوا في بعض، ويبقى باين حتة فيهم كده ان هي سبونج. اوكي، اقلب كويس. وبعدين نحطهم بقى في الطبق اللي هو بتاع التقديم. انا هنا اخترت اني واحد اللي هو بتبقى بتاع الشمع. احط شويه كده من تحت عشان يلزقوا. طبعا الشمع عندي بعد ما بيخلص بجمعهم بلاستيك شكلهم حلو قوي. في منهم معدن بستعملهم كصواني برضو، بس لقيت انا دول حلوين اللي هم الترانسبيرنت دول. وهتعملوا اي اكله او اي ميل كده تحبوا تشوفوا اللايرز بتاعتها. اوكي، جبت بقى هنا انا عاوزه اعمل الكاسترد. حطيت شويه من الميكس بتاع الريزن، وهحط عليه باستل كلر لون مصفر كده شويه. انا طبعا الباستل كلر هنا بحطها بالطريقه دي عشان يبقى سهل عندي الاستعمال. وهقلب. هتشوفوا بقى ان الباستل هنا لما حطيته ما بقاش ترانسبيرنت زي الجيلي، عشان حسب اللون اللي احنا بنستعمله. هنا استعملنا ريزن كلر في الاحمر، وفي الاصفر استعملنا اسمه ايه دوت باستل كلر. نبتدي بقى نحط الريزن هنا اللي هو سوري الجيلي. واحنا بنحط نحاول نحط على الحروف علشان تنزل، لان احنا يهمنا المنظر من الجناب. اوكي، وبعدين نحط برضو الكاسترد بنفس الطريقة على الحروف برضو عشان ينزل يدخل مع الأحمر. القطعة دي بتبقى فريج ماجنت، فيهمني ان انا المنظر بتاعها من الحروف، عشان كده احنا مستعملين الطبق الشفاف. نحطه كده ونحاول نغطي الجزء الفوقاني كله. نيجي بقى الطبقة التانية زي ما عملنا قبل كده، نحط بقية الكيك اللي هو الفوم يعني، ونحط عليه شوية ريزن ترانسبيرنت عشان يلزقوا في بعض زي ما قلنا. احنا كده دخلنا فن المصغرات مع فن إعادة التدوير، الاتنين بينفعوا بعض كويس جدا. حاولوا تجربوها وتعملوها، ولو عندكم أفكار تانية شاركوها معايا. الأطباق والحاجات دي سهل قوي، من الحاجات اللي حوالينا بنبص عليها نشوف هتنفع طبق فبنجمعها. هنا أنا بزود الكاسترد كمان عشان عاوزة هو أكتر حاجة بتتحط أهي.
على الحروف زي ما قلنا. ونيجي نحط الطبقة الأخرانية بتاعت الايه سبونج كيك. الفوم ده لقيته حاجة جميلة جدا، شكله فعلا زي الكيك، ومن حاجات بتترمي يعني بعد ما الراجل السباك مثلا يجي يشتغل ويحط الفوم دوت، بيبقى فاضل كده حبة في السبراي، بنعمل لهم سبراي بيدوا شكلهم مش يعني شكل كده وايلد شوية، ف لما بينشفوا بقى بقطعهم كيك بقى ونعمل بينهم باوند كيك وحاجات كده. خلاص نحاول بقى نحط جوه ونضغط، ودايما نبص على الجنب على الحروف عشان نشوف الشكل ايه عامل ايه معانا. نقفل بقى الكيكة اللي اسمه الترايفل بقى بالكاسترد. لقيته تخين شوية فهزود له شوية عشان يبقى سايل، عشان يساعدني برضو انه ينزل على الحروف. اوكي نزود كمان. على فكرة لو ما عندكمش فوم ممكن تعملوا الكيكة ديت بالعجينة الملح، بس انا حبيت استعمل ادمج ما بين عادة التدوير والمينيتشرز، ان انا ادخل حاجات فيها حاجات اعادة تدوير. نحط بقى الجيلي، كل السوائل دي بتنزل بقى بتبان على الحروف. اهم حاجة عندنا في الديش دوت اللي هو الحروف طبعا، عشان هي اللي هيبان منها. اوكي ممكن بقى اللي فاضل بقى ده بنعمل منه مثلا ايه كيسان فيها جيلي صغيرة اهي شايفين. نعمل بقى التزويق اللي هو بالكريم شانتيه. الكريم شانتيه دوت اللي هو الكرافت كريم اللي هو انا بنعمله من عجينة الملح، وبنحط عليه شوية من السبيداك اللي هو البودرة الابيض تديله لون ناصع بياض كده، وبحطه في السرنجة دي عشان ادي الشكل ده. وبعدين بديله طبعا طبقة ورنيش في الاخر او ريزن عشان يلمع، علشان يبان ان هو كريم طبيعي. اهي اكتبوا لي يا جماعة في التعليقات تحبوا نعمل ايه تاني، قولوا ما شاء الله الاول وبعدين اكتبوا لي في التعليقات تحبوا نعمل ايه تاني وايه رأيكم. وتحبوا نعمل فن إعادة تدوير أكتر، ولا عمل الحاجات الكريمات والأكلات بالحاجات دي بعجينة الملح وعجينة البورسلين والحاجات دي. رأيكم يهمني. دوت كاس أنا حطيت فيه فاضل بدل مرمي، لأنه لو سبته هينشف ويبقى الريزن باظ مني يعني. حطيته كده، احتمال احتاج الكاس دوت فعمل أي حاجة تانية فشلته أهو. واو واو، شايفين بنيجي الحروف بقى عامل ازاي؟ هينشف بقى وينزل ويفضل بالشكل ده. تحطوا بقى من ورا كده حتة مغناطيس صغيرة وتحطوها على التلاجة وبالهنا والشفا باي. لا لسه مش باي. سبسكرايب تو ماي channel بقى لو عجبكم الفيديو، وطبعا لسه طري نسيبه لما ينشف. باي. Thanks for watching. If you really like the video, please like, share, subscribe and turn the notification bell. Hope to see you in my next video.